هل ممكن ناخد كل احتياجاتنا من البروتين من غير لحوم خالص؟ ده سؤال مهم جدا. البروتين الحيواني بيتقال عليه كامل، أما النباتي فغالبا بيكون غير كامل لوحده. طيب يعني إيه غير كامل دي؟ الحكاية كلها في حاجة اسمها الأحماض الأمينية الأساسية. دي ببساطة قطع بناء الجسم مش بيعرف يصنعها بنفسه ولازم ياخدها من الأكل. بالظبط زي البازل، معظم النباتات بيبقى ناقصها قطعة. وهنا بقى يجي دور البطلين بتوعنا، البقوليات والحبوب، كل واحد شايل قطعة مختلفة. البقوليات ناقصها ميثيونين، والناحية الثانية الحبوب ناقصها لايسين. طب إزاي نكمل الصورة دي لو كل واحد لوحده ناقص؟ الحل طلع أبسط مما نتخيل. بصوا بقى على السحر ده، كل مجموعة بتدي للتانية القطعة اللي ناقصاها بالظبط. يعني البقوليات تدي اللايسين للحبوب، والحبوب تدي الميثيونين للبقوليات. خلاص البازل اكتمل. العملية العبقرية دي ليها اسم علمي، تكامل البروتين، شراكة مثالية فعلا. والأحلى من كل ده إننا بنعمل كده في أكلنا من زمان من غير ما نحس. يعني مثلا طبق شوربة العدس السخن لما يتاكل مع العيش بروتين كامل. وطبعا ملك التكامل ده كله الكشري، رز وعدس، أحلى مثال. حتى الساندوتش الفلافل أو طبق الحمص مع العيش ده بروتين كامل ومتكامل. وطبعا الأكلة العالمية اللي كلنا نعرفها، الفاصوليا والرز، تركيبة فايزة في كل مكان. يبقى الخلاصة بسيطة، مش لازم لحمة عشان بروتين كامل، بس ندمج بقوليات مع حبوب. الاختيارات قدامنا كتير ولذيذة عشان نعمل وجبات نباتية كاملة ومشبعة. وده يخلينا نسأل نفسنا، يا ترى إيه تركيبات البروتين القوية اللي موجودة فعلا في أكلنا اليومي؟